يعني ايه اي فيلا؟ ممكن يكون سمعنا مصطلح الاي فيلا ده قبل كده ومش عارفين معناه، فانا في الفيديو ده هقول لك الاي فيلا يعني ايه. الاي فيلا هي عباره عن دوبلكس. دوبلكس يعني شقه بيبقى غالبا فيها في الدور الارضي الريسبشن والتويليت والمطبخ، التويليت بتاع الضيوف والمطبخ. نطلع للدور الاول بيبقى معانا غالبا غرف النوم زائد غرفه الليفنج اللي هي غرفه المعيشه. طيب ايه الفرق بقى بين الدوبلكس والاي فيلا؟ هو الحقيقه مفيش فرق كبير، انما الدوبلكس ده حاجه جرى العرف ان هي تتقال كلمه، يعني كلمه عامه ان هم بيكون شقه مقسومه على مستويين. انما الاي فيلا ده يعني الاستخدام بتاعه بدا من شركه ماونتن فيو، هي اول يعني شركه قالت عن كلمه الاي فيلا ان هو بيكون عباره عن دوبلكس برضه، بس الدوبلكس ده بيكون في منه ثلاث انواع. في الاي فيلا الجاردن اللي هي الدور الارضي بالجاردن ومعاك الدور الاول، وفي الاي فيلا اللي هي الميدل. الاي فيلا الميدل دي اللي هو بيكون الدوبلكس العادي اللي جوه العماره، يعني بيكون العماره مثلا لو هي ست ادوار بيكون في من ضمن الست ادوار مثلا ونفترض الثالث والرابع دول بيكونوا مع بعض دوبلكس، اللي هو بيسموها يعني بالنظام القديم كان في ناس بتسميها حاجه اسمها شقه مستويين. فده معنى كلمه الدوبلكس او اللي هو الاي فيلا ميدل. ونطلع بعد كده للاي فيلا الروف، اللي هي الاي فيلا دي اللي هي بتكون عباره عن الدور الاخير مع الروف او البنت هاوس، اللي هو بيكون معاك مساحه مفتوحه في الروف. فده معنى كلمه اي فيلا. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله.